أهلا بكم في مقدمة أجوبة عن الله والإنسان قبل شريعة موسى. يا ترى ليه شريعة موسى استمرت 1500 سنة بس لحد المسيح؟ وليه جت بعد أكتر من 2500 سنة من بداية الخليقة؟ وليه رغم طول الفترة قبل الشريعة لكن نلاقيها في سفرين ونص بس من أسفار العهد القديم ال39؟ وليه ربنا اختار بني إسرائيل بس عشان يديهم الشريعة؟ وليه رغم اختياره ليهم سابهم يعانوا أكتر من باقي الشعوب؟ وإيه الجديد في الوصايا العشر؟ لما الناس كانوا عارفين الخير والشر عن القتل والزنا والسرقة والكذب والشهوة آه، وإكرام الوالدين من قبل كده. وإيه الفرق بين الوصايا العشر بتفاصيلها ال 613 وبين قوانين شريعة حمورابي ال 282 واللي جت قبل موسى بحوالي 300 سنة؟ وازاي بركات الشريعه ولعناتها في تثنيه 27 و28 كانت كلها ارضيه وقتيه بس مش روحيه ابديه؟ وليه الرسول بولس قال في رسالته الى كنيسه روميا في اصحاح 5 ان ربنا ما كانش بيعاقب الناس في الارض على اعمالهم قبل الشريعه؟ وهل اهلاك الناس بالطوفان واهلاك اخرين في سدوم وعموره ما كانش عقاب قبل الشريعه؟ ولا كان رحمة ربنا ليهم عشان يقصر معاناتهم اللي كانت بتحصل لهم بسبب دايرة الشر اللي ما كانوش قادرين يخرجوا منها؟ ومنين جت مية الطوفان؟ وإيه كان شكل الأرض قبل الطوفان؟ واتغيرت إزاي؟ وإيه هما الهدفين من خطة الله لفدائنا من الخطية؟ وأسئلة أكتر من كده بكتير بنناقشها في الكورس، فافتكر احتفظ بالفيديو وشاركه مع أصحابك.